اهلا بيكم في قناة انا وطفلي. عمرك قلت لابنك لو ما سمعتش الكلام مش هحبك، وبعدها حسيتي بذنب بس قلت لنفسك ما هو مش راضي يسمع غير كده؟ خليني اقولك الحقيقة الصدمة، الجملة دي مش بتخليه يطيع، الجملة دي بتزرع جواه خوف من فقدان الحب. وفي الفيديو ده هتفهمي ليه التهديد العاطفي اخطر من الضرب، وازاي بيدمر ثقة الطفل في نفسه، وايه البديل اللي يخلي طفلك يسمعك من غير تهديد. خلينا في البداية نوضح يعني ايه تهديد عاطفي. التهديد مش بس انك تقولي له انا هضربك، التهديد الاخطر هو انك تقولي له مش هحبك او مش هكلمك او هسيبك او ربنا مش هيحبك. هنا الطفل مش بيخاف من العقاب، الطفل بيخاف يفقد الامان. طب يا ترى ايه اللي بيحصل في عقل الطفل لما بيسمع التهديد منك؟ الطفل بيسمع جواه حب مش مضمون، ولازم اطيع عشان اتحب، ولو غلطت هتساب. وده للاسف بيخلق طفل مطيع من بره لكن مكسور من جوه، وكمان بيودي النتائج خطيره على المدى البعيد. لازم تفهموا ان التهديد العاطفي بيطلع طفل ضعيف الشخصيه، بيخاف يقول رايه، بيعمل الصح خوفا مش اقتناع، او العكس طفل عنيد وعدواني لان الحب عنده بقى مشروط. طب سؤال مهم، هل التهديد بيشتغل مؤقتا؟ ايوه، الطفل ممكن يسمع الكلام دلوقتي لكن مش لانه فهم، مش لانه اقتنع، لكن لانه خاف يخسرك. واول ما يكبر شويه مش هيخاف ومش هيسمع ومش هيثق فيك. طيب يا ترى ايه البديل التربوي الصح؟ لازم تفصلي بين الحب والسلوك. قولي انا بحبك في كل الاحوال بس السلوك ده غلط، دي جمله بتبني طفل امن. كمان لازم تستخدمي عواقب مش تهديد، يعني ما تقوليش مش هحبك، قولي له لو ما رتبتش اللعب مش هنكمل لعب النهارده، ده تعليم مش كسر. تالت حاجه لازم تطمني الطفل وقت الغضب حتى وانت متعصبه، انا زعلانه بس لسه بحبك، الجمله دي بتعالج 100 جرح. وهنا الخلاصه اللي لازم تعرفوها، ان التهديد بيخلي الطفل يطيع بس بيكبر مكسور، وان الحب المشروط بيدمر الثقه، والتربيه الصح بيساوي حب ثابت زائد حدود واضحه. ولو عايزه طفلك يطيع وهو مطمن، خليه يعرف ان حبك مش بيتسحب. ولو عمركم استخدمتوا الجمله دي من غير ما تقصدوا، اكتبوا لنا في الكومنتات هغير الاسلوب. وشوفوا باقي سلسله الاخطاء التربويه على قناه انا وطفلي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.